السلام عليكم. النهارده هنعمل زبادي بالفراولة، سريع وظريف وطعمه حلو. يلا نشوف مع بعض ايه هي المكونات. ده كيلو لبن انا غليته وبرد، وادي دي علبة زبادي، اي نوع زبادي بلدي او معلبات اي حاجة. وادي ده كيس جل. تمام، ممكن نستغنى عنه ونعمل الزبادي بس كده بالكيلو اللبن وعلبة الزبادي، لكن احنا عايزين نضيف ليه الطعم ده بطعم الفراولة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة عملتها شلت الوش بتاع اللبن اللي هو القشطة اللي على الوش اهي، وهنبدأ ان احنا ندوبها كده وهننزل بالزبادي. وادي اهو انا نزلت بالزبادي، وهبدأ ان انا طبعا دي الخميرة بتاعتي اللي هتخلي الزبادي بتاعي كويس، فلازم طبعا ان انا ادوبه كويس وبخلطه كويس قوي مع الوش بتاع اللبن. لو طبعا اللبن اللي انتي استخدمتيه ملهوش وش مفيش مشاكل. يلا ننزل بالجل. وادي اهو نزلنا بجل الفراولة. يلا نضرب المكونات كويس قوي مع بعض. وادي اهي بعد ما دوبتها مع الزبادي، ريحته طبعا جميلة قوي، هنبدأ ننزل بيه على اللبن. يلا بينا ننزله على اللبن. ادي اهو بعد ما نزلته على اللبن ابدا اضرب معايا كويس قوي المكونات بالمضرب كويس جدا، ونكون مجهزين معانا الكوبايات اللي احنا هنصب فيها. وطبعا مع كل اللي انا بعمله ده انا بسخن الفرن كويس جدا. النهارده احنا هنعمله من غير الميه ومن غير الحله. ادي اهو انا ضربته كويس جدا، وادي كوبايات معايا اهي انا مجهزاها. يلا نصب ونشوف هيعمل معانا كام كوبايه. ادي اهو انا عبيته، شايفين عمل معايا 9 كوبايات. الفرنه سخنه جدا، هبدا ادخله وهسيبه لحد ما الفرنه تهدى خالص، يعني من 3 او 4 ساعات. هسيبه براحته خالص لحد ما يتماسك معايا. يلا بينا ندخله الفرن. ادي اهو بعد ما طلعته من الفرن، شايفين يعني ما شاء الله بقت حاجه يعني تفتح النفس. مم. جميل. شايفينه كمان اللي هو معايا متماسك اهو. هنبدأ بقى ندخله التلاجة، هيمسك معانا اكتر كمان. اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.